قصتنا بتبدأ بتمرد الأب لو زاو على عائلة لو وجيش الربيع، وبعد ما بيدخل في قتال قوي مع 2 من أقوى مقاتلين جيش الربيع بيقرر ينسحب من أرض المعركة لأنهم كانوا على وشك قتله. عائلة لو بتقرر تنتقم من لو زاو، وعلشان كده بيتم القبض على ابنه لو تشينج. أثناء نقل لو تشينج بيقابل ابن عمه لو باو. لو باو بيبقى مغرور جدا وبيستفز تشينج لأنه خد أحد حبوب الطاقة الاثنين وطور من مستواه بشكل كبير. تشينج بيقف في وش لو باو وبيتعصب عليه وبيضربه ضربة قوية. تشينج بيطلب منه يقتله علشان لو فضل عايش هينتقم منه ومن عائلته كلها. تشينج بيتحجز في بيت من بيوت عائلة لو وبيفتكر اخته يانير اللي انضمت لعشيرة نينج علشان تتدرب وتحميه لانها اخته الكبيرة. كمان هو محتفظ بكتاب مقدس من ابوه لكنه بيحاول يحرقه علشان ما بيستفدش بيه، ولكن بمجرد ما بيحرق الكتاب اوراقه بتتقطع وشكلها بيتغير وحروف الكتاب بتخترق جسم تشينج. بعدها بينتقل لبعد تاني وبيكتسب طاقة التنين الاسطوري. تشينج بيلاحظ تغيير كبير في قوته وبعدها بيقدر يهزم حراس العشيرة وبيقرر انه يهرب علشان يلم شمله مع يانير مرة تانية. تاني يوم بيكون يوم القتال. اي شخص من المحتجزين بيتحدى ابن من عائلة لو وبيتغلب عليه هياخد حريته. يون هو ممثل عائلة لو وبيكون قوي جدا لدرجة ان هو بيهزم واحد اضعاف حجمه بضربة واحدة بس. تشينج بيقرر يتحداه علشان يكسب حريته، لكنه بيتفاجئ ان يون استخدم اكسير الطاقة زي لو باو، وعلى الرغم ان يون بيواجه ضربات كتير لتشينج ولكن تشينج ما بيتأثرش بيها، وفي النهاية تشينج بيقدر يتغلب عليه. عم تشينج بيرفض يلتزم بالقوانين وبيهجم على تشينج علشان هزم ابنه، ولكن تشينج بيقدر يتغلب عليه، وقبل ما بيقضي عليه تماما عمه التالت بيهجم عليه وبيضربه، وقبل ما بيقتله بيظهر شيء غريب وبيدافع عن تشينج، وبعدها بيخرج منه شخص اسمه هكتار بيخطف تشينج وبيهرب. هكتار بيحاول يستخدم تشينج علشان يتدرب على قوة النار، ولكن تشينج بيستخدم طاقة التنين وبيهزم هكتار وبيهرب، واخيرا تشينج بيكسب حريته وبيروح لعشيرة نينج. ولكن هو هناك بيتفاجئ ان في اختبارات تقديم ولو باو موجود. لو باو بيحاول يقاتل تشينج لكن اخوه الاكبر بيمنعه، ولو باو بيعرض الذهب على مقاتل اسمه بيران وبيقول له ان الذهب هيساعده في اختبارات القبول، ولكنه محتاج مساعدته علشان يتخلص من تشينج. التحدي الاول بيبقى عباره عن عبور سلم جاذبيته 20 ضعف، ومع ان كل المشتركين ما بيقدروش يتحركوا الا ان تشينج بيمشي عليه بكل سهوله. العقبه الوحيده اللي بتبقى ضده في هجوم بيران واتباعه، تشينج بيقدر يتغلب عليهم بكل سهوله تحت انظار ملكه العشيره اللي بتبقى منبهره بيه. بيران بتستخدم اسده الذهبي علشان يقضي على تشينج، ولكنه بيقدر يتغلب عليه باستخدام سكينته السحريه. في النهايه تشينج بينجح في الاختبارات وبيكون في المركز الاول بين كل المشتركين. رؤساء العشيره بيختاروا الطلاب بتاعتهم، وقبل الاختيار ملكه العشيره بتكشف تواطؤ لو باو مع بيران، وبعدها بتختار تشينج علشان ينضم لتلاميذها. الملكه سو بتختار صديق تشينج معاهم وبيكون اسمه رون. تشينج بيقرر يستريح الليله دي وبعدها ينطلق في رحلته للبحث عن يانير. تاني يوم في مكتبه العشيره كل الطلاب ما بيقدروش يستخدموا الكتب التعليميه بسبب الطاقه اللي بتاثر عليهم، ولكن تشينج الوحيد اللي بيقدر يتجول في المكتبه لحد ما بيوصل لوحش السماء الغربي. وحش السماء الغربي هو المسؤول عن الضغط القوي اللي بيأثر على الطلاب، ولكن تشينج بينجح في تخطيه وبيوصل لكتاب تعليمي اسطوري بعد شويه. واحد من الطلاب الاقوياء في العشيره بيتحدى تشينج في قتال، ورغم ان الكل بيحذره ولكن تشينج بيوافق وبيخرج معاه لحلبة التحدي. تشينج بيقدر يهزمه بكل سهوله، والموضوع ده بيضايق بعض الافراد من عيلته وبيكونوا عايزين يتخلصوا منه، ولكن قبل ما يحصل اي قتال بيتدخل الاخ الاكبر تشان وبيمنع القتال. ولكن واحد من كبار العائله اسمه شون بيبقى عايز ينتقم لكنه بيقع على الارض بسبب طاقه غريبه. تشينج بيروح يحتفل مع اصدقائه وبيحذروه من العائله دي لانها خطيره، وفي مقاتل فيهم اسمه جيا خطير جدا لدرجه ان هو مسجون في الجبل المظلم. وبعدها بيسمع كلام عن يانير وبيقول لاصدقائه انها اخته وهو موجود هنا علشانها، ولما بيعرف انها موجوده في الجبل المظلم بيقرر يروح لمعلمته سو علشان يطلب منها يروح هناك. على الرغم من خطوره الجبل لان سو بتوافق وبتساعده يجمع نقاط علشان ينضم للفريق اللي هيخرج للجبل المظلم. تشينج بيخرج للجبل وبيواجه مجموعه كبيره من الحشرات المتوحشه لكنه بيهزمهم بمساعده صديق اسمه سونج، لكن الكل بيتصدم لما بطرة الحشرات توصل لارض المعركه. سونج بيؤمر الجنود يهربوا علشان مش هيقدروا يتغلبوا عليهم، ولكن تشينج بيوصل وبيستدرج ملكه الحشرات علشان يامن باقي الفريق. تشينج بيهرب لكهف مخيف في الغابه وهناك بيقابل اسد النار، ولما الاسد بيصحى تشينج بيرمي نفسه في بحر النار علشان يهرب منه وبيسيبه يقتل ملكه الحشرات. وعلى الرغم ان تشينج بيسقط في بركه نار قويه الا انه ما بيموتش، ولما بيخرج بيلاقي ان اسد النار وملكه الحشرات قتلوا بعض. تشينج بيرجع المعسكر مره تانية والامير سونج بيتفاجئ انه لسه عايش. تشينج بيعرف ان صديقه رون اتقبض عليه من عائله شون، ولما بيروح علشان يحرره بيدخل في قتال مع مقاتلين الظل من عائله شون. تشينج بيقدر يتغلب عليهم بعد قتال طويل، ولكنه بيتعرض لسهم السم القاتل من احد افراد عائله شون لكنه ما بيأثرش فيه. بعدها بيستخدم نفس
السهم علشان يقتله، وبعدها بيدخل في قتال مع كبير الأسرة، ولكن الجنرال زونج بيوصل وبيحميه، ولأنه سبق ليه ودخل في قتال ضد تشينج علشانهم، ولكن دلوقتي اكتشف مؤامرتهم. الجنرال بيحرر صديق تشينج وبيسمح لهم يخرجوا. تشينج بيرجع المعلمة سو وبيديها كل الأحجار الروحية اللي كسبها من القتال، وبيطلب منها تسمح له يروح لجبل النار، ولكن لما بيوصل بيلاقي ان لو باو هو اللي مسيطر على ينير هناك. تشينج بيقدر يهزم لو باو، وبعدها بيدخل في قتال مع واحد من الأمراء المشتركين مع لو باو في حبس أخته. تشينج بيبقى خسران المعركة، وينير بتشوف وبتحاول تساعده، لكنها ما بتقدرش تخرج من الحاجز. اللي بتنهي كل ده هي المعلمة سو، بتوصل لجبل النار وبتمنع الأمير من قتل تشينج. تشينج بيستوعب الأمير ان هو هيقتله بعد 3 سنين لما يحسن مستويات الطاقة الخاصة بيه. تشينج بيحاول يشوف أخته، لكن المعلمة سو بتمنعه لأنه مستحيل يخترق الحاجز بقوته دي. تشينج بيرجع العشيرة مرة تانية، وتاني يوم بيروح مع صديقه الغني علشان يعرضوا أحد ممتلكاته في مزاد. تشينج بيعرض حجر نادر للطاقة وبيبقى منتظر من وراه مبلغ كبير جدا، وأثناء حضوره المزاد بيشوف كتاب نادر، ولكن فرد من عائلة شوجي بيبقى عايزه وبيطلب من تشينج يتراجع عن المزاد ده، ولما بيلاقي ان تشينج رفض يتراجع وكمان كسب المزاد بيقرر يروح يقتله، ولكن لما بيلاقي ان تشينج عنده طاقة كبيرة بيبدأ يتراجع. تشينج بيفضل يشارك في المزادات وبيقدر يكسب من وراها أموال كتير، وعلشان يستخدمها في تحسين قدراته وإنقاذ أخته. تشينج وفريقه بيخرجوا الغابة وبيقتلوا الوحوش علشان يكسبوا نقاط الطاقة. بالليل بيتعرضوا لهجوم من عشيرة السموم علشان فاكرين انهم وحوش واخدين شكل البشر، ولكن لما بيطمنوا ان تشينج واصدقائه بشر بيقرروا ان هم ينضموا لهم في رحلتهم لقتل الوحوش. تاني يوم تشينج بيستمر في قتل الوحوش وانقاذ البشر في الغابة، وللاسف عدد الوحوش ده بيبقى كتير، وتشينج بيتعرض لاصابات خطيرة، ولكن بيوصل شيخ قبيلة السموم وبينقل تشينج للقبيلة علشان يرعاه. تشينج بيصحى وبيقابل تشان البنت من عشيرة السموم وبتوضح له ان عمها انقذه وعالجه. تشينج بيعرف انه في مدينة بايدي واللي تعتبر ساحة لحرب الوحوش. مساعد الامبراطور في المدينة بيرفض وجود تشينج لانه شاكك في كونه جاسوس شيطاني، ولما بيهجم عليه تشينج بيقدر يتصدر ضرباته وفي النهاية بيقتله. جنرال الجيش بيهجم على تشينج علشان يقتله، ولكن قبل ما يعمل اي حاجة بتظهر البنت ليون وبتحول الجنرال للوح تلج. بعدها بتسجن تشينج في لوح تلج هو كمان علشان اساء للامبراطور، ودي جريمه يستحق العقاب عليها. ولكن عم تشان بيحرر تشينج وبيطلب من ليون تعفو عنه وبيتعرض لمحاكمه الاول. الامبراطور بيقرر يحرر تشينج من لوح التلج وبيتركوه في مكان المحاكمه العسكريه، ولكن بعد ما بيحرروه ليون بتحبسه تاني علشان خايفه من هروبه. بالليل المدينه بتتعرض لهجوم من الوحوش، وليون بتسيب تشينج في ارض المعركه لكنها بتحرره من لوح التلج علشان الوحوش بتهجم عليه. ليون بتدخل في قتال مع ملك الوحوش وبيبقى على وشك ان هو يهزمها، ولكن تشينج بيمتص كل قوته. تشينج بيقاتل الشياطين لوحده بمساعده من بعض افراد العشيره، وفي النهايه تشينج بينجح في قتل ملك الوحوش، ولكن ليون بتحبسه تاني بعد المعركه. لكن الجنرالات بيطلبوا منها تحرره لانه ساعدهم على الفوز بالمعركه. الامبراطور كمان بيقرر يكافئ تشينج وبيطلب منه يختار اي 3 هدايا. تشينج بيختار بلوره سحريه وبيستخدمها علشان يكسر الحاجز الجليدي الخاص بليون. تشينج اخيرا بيسيب المدينه وبيخرج، واثناء وجوده في الغابه بيتعرض لهجوم من قطاع الطرق لكنه بيقتلهم بضربه سيف واحده بس. تشينج بيعرف منهم قبل ما يقتلهم ان هو قريب من وادي التنين، فبيبدا يتحرك على هناك علشان يدور على كنز طائفه تشي. تشينج بيقتحم المكان وبيتعرض لاكتر من هجوم لكنه بيقدر يتغلب على كل اخصامه. بعد القتال غرفه الكنز بتفتح وسط البحر، ولكن الطريق المؤدي ليها بيبقى صعب، محدش بيقدر يتخطاه وسط الاسماك المتوحشه الا تشينج اللي بيجري على الجسر وبيقتل الاسماك وبيوصل لمكان الكنز وبيقابل زعماء المدينه. زعماء المدينه بيحاولوا يتخلصوا منه علشان ما ياخدش الكنز، وبيعملوا مجموعه من الافخاخ، ولكن تشينج بيقدر يتخطاهم وبيصد الهجوم بتاعهم. في النهايه تشينج بيقدر يستخرج الكنز واللي بيكون عباره عن مقاتل محبوس لمده 3000 سنه. تشينج بيعرف ان ده يبقى مقاتل القصر الخالد، بياخده لمكانه وبيطلب منه يروح ياخد الكنز، ولكن لو فشل هيتم حجز روحه. تشينج بينجح في صعود سلم التحقيقات وبيقدر يكسب الكنز، ولكنه بيبقى لازم يمر ب5 مستويات الاول، كل مستوى بيبقى اصعب من الثاني. تشينج بيكمل بعض المستويات وبعدها بيقرر يغادر ويرجع لعشيره نينج، ولكن بمجرد وصوله بيتم القبض عليه بتهمه التعاون مع الشياطين. حراس المكان بيهجموا عليه ولكن ضربتهم ما بتاثرش فيه كالعاده. رئيس المجلس بيستعين بالامير شوجي علشان يقاتل تشينج، وشوجي بيلاحظ ان تشينج مستواه رهيب وقدر يصد هجومه القوي، وشوجي بيحاول يهرب من المكان ولكن تشينج بيمنعه لان الاوان فات. وفي النهايه تشينج بيقطعه نصين. زعماء العشيره بيكونوا عايزين يحاكموا تشينج بتهمه القتل، ولكن المعلمه سو بتدافع عنه وبتطلب منهم يقيموا محاكمه لتشينج بحضور كل ملوك القبائل والامبراطور الاكبر. نبدا بقى مع وجود تشينج في قاعه
ساعة المحاكمة القضاة بيعرفوه انه هو قتل شخص ما وان عقوبة القتل هي الاعدام، ولكن تشينج بيبرر انه كان بيدافع عن نفسه ومحدش بيصدق تشينج وبيعلنوا عن الحكم عليه بالاعدام. لكن المعلمة سو بتوصل وبتستخدم مرآة الحقيقة علشان توريهم اللي حصل وان تشينج هو اللي تعرض للهجوم في البداية. رئيس المحكمة بيعتذر لها على خطأ ولكنها بتطلب منه يعتذر لتشينج، وفعلا تشينج بيخرج من القاعة ولكن سو بتمسكه وبتضربه علشان على طول بيجيب لها مشاكل، ولكنها بتطلب منه ما يشغلش نفسه بالناس المدبرين لمحاكمته ويركز على تدريباته اكتر. وتشينج بيروح لبركة الاسماك المتوحشة. في البداية تشينج بيواجه صعوبة في التكيف تحت المية ولكنه بيبدأ يطور في جسمه وبيقدر يقتل الاسماك المتوحشة. اثناء قتاله بيوصل مجموعة من افراد عائلة مينج وبيكونوا عايزين يثيروا المشاكل ويقتلوا تشينج، ولكن حارس البركة بيواجههم لحد ما تشينج بيخلص تدريبه وبيخرج يتعامل معاهم. وبعد ما بيقضي عليهم بيعرف من حارس البركة ان مسابقات منغوليا الداخلية هتبدأ وبينصحه ان هو يشارك فيها. بنروح بعدها لافراد عائلة لو، وبعد انتشار اخبار قوة تشينج بيكونوا عايزين حل علشان يتخلصوا منه قبل ما ينتقم لموت ابوه. تشينج في الوقت ده بيستمر في تحسين طاقته عن طريق اجتياز التحديات وبيقدر ان هو يحطم الرقم القياسي لبصمة اليد على الجبل وبيقدر يوصل لاعلى مكان فيه. وبعد ما بيجمع عدد كبير من الفلوس بسبب التحديات اللي بيكسبها بيروح علشان يشتري سلاح، وللاسف السيف اللي بيختاره بيبقى نادر جدا وبيحتاج موافقة صاحبة المتجر، وصاحبة المتجر ساعتها بتوضح له ان صانع السيف ده انتحر وكتب في رسالته ان اي شخص روحه قوية للقدرة على شراء السيف ده. تشينج بيظهر جزء من الطاقة الظل اللي موجودة في روحه وصاحبة المتجر بتوافق على بيع السيف. بعدها بيروح يطلب من بعض منقذين النار انه يستعير الاناء الخاص بيهم علشان يستخدمه في اصلاح السيف، لكنهم بيرفضوا. ولكن اثناء كلامهم بيلاحظوا ان النار اللي موجودة في الاناء هتنفجر من شدتها، ولكن تشينج بيتدخل وبيساعدهم. ساعتها بيسمحوا له ان هو يستخدم الموقد علشان يصلح السيف بتاعه. وبعد التطوير الكل بيتفاجئ من قوة السيف وجودته. زعماء المدينة بيطلبوا من تشينج يقول لهم طريقة تطوير السيف ده، ولكنه بيرفض لانه سر الطاقة بتاعته، ولكنهم بيحذروه لو ما قالش الطريقة مش هيسمحوا له بالخروج من المكان. تشينج بيقول له بلاش، انت مدرب كبير في المدينة وشكلك هيبقى وحش قدام طلابك، ولكنه ما بيسمعش الكلام. بعدها المدرب بيهجم عليه بس تشينج بيتصدى ليه بكل سهولة. الموضوع ده بيضايق كل اللي موجودين فبيهجموا على تشينج، ولكن ما حدش فيهم بيقدر عليه وبيقتلهم كلهم. وباقي اللي موجودين بيخافوا منه فبيترجوه علشان يسيبهم، يوعدوه ان هم مش هيقولوا لحد على اللي حصل هنا. بعدها تشينج بيكمل طريقه لمنصة النجوم السبعة ولانه مكان مهم لتطوير المستوى، لكنه بيتفاجأ بعدد كبير من الناس هناك وبيبقى مضطر يستنى دوره. وبعد شوية وقت الاختبار بيبدأ وبيبقى صعب جدا، ولكن تشينج بيشترك مع شخص هناك اسمه زيكس وبيتجاوزوا الاختبار مع بعض. في النهاية زيكس بيبقى مستعجب من تشينج ومهارته، وبيستعجب اكتر لما بيلاقيه عارف تيان اقوى مقاتل في منصة النجوم. تيان بيبقى متحمس علشان يواجه تشينج في مسابقة الطوائف الكبرى، لكن تشينج دلوقتي بيبقى عايز ينضم لمنغوليا الداخلية بأسرع وقت. تشينج بيرجع المعلمة سو وبتعرف ان هو عايز ينضم لمنغوليا الداخلية علشان يشترك في مسابقة الطوائف الكبرى. توضح له ان هو لازم يقاتل بكل قوته في الاختبارات علشان 7 مقاتلين بس اللي هينضموا منهم للمسابقة. تشينج بيبدأ الاختبارات وبيقدم اداء قوي جدا لدرجة ان هو بيحقق نقاط اعلى من اي شخص تاني في منغوليا الداخلية، وبكده تشينج هينضم لمنغوليا الداخلية وكل طلاب عشيرته بيبقوا فخورين لانه في صفهم. تشينج بيتفاجئ ان بعد انضمامه لمنغوليا الداخلية المعلمة سو بتغادر المكان من غير ما حتى ما تودعه، ولكنه الان يا اصدقائي لازم يركز على التدريب علشان يشارك في المسابقة الكبرى للطوائف. اثناء تدريبات تشينج بسبب انفجار قوي بسبب طاقته الكل ساعتها بيتفاجئ لكنه هو بيطمنهم. بعدها بيلاقي شاب تاني بيستدعيه علشان يقابل المقاتل زون، وده من اقوى مقاتلين منغوليا. ورغم ان اتباع زون مش موافقين على انضمام تشينج لكنه بيبقى شايف ان تشينج اضافه ليهم هيساعدهم ويقدم لهم كمان الدعم. زون بيرحب بتشينج في طائفه وبعدها بيكلموا عن تحدي القتال، وده علشان يعرفوا تصنيفه ضمن افضل 100 مقاتل، ولو قدر ان هو يترتب في القائمه هيكسب جوائز كتير. تشينج بيبقى عايز يدخل القائمه وكمان يبقى ضمن افضل 3 مقاتلين عشان يقدر يدخل منصه السحاب. تاني يوم تشينج بيتفاجئ بمعلم اخر غير سو بيناديه علشان مسابقه الاغلاق لقائمه افضل 100 مقاتل. تشينج بيشوف شخص مهم في المكان وبيبقى مسؤول عن انطلاق المسابقه، يبقى عنده اعتقاد ان ده سيد القبيله كلها. كل متسابق بيعرف الخصم بتاعه، وتشينج بيلاقي ان خصمه هو تونج واحد من اقوى الاقوياء، وزون بيحذروا منه من قوته. تشينج بيبدا القتال وبيقدر يتصدى لضربات تونج ومطرقته، وكل اعضاء منغوليا بيشجعوه لانه بيمثلهم. تشينج بيقدر يهزم خصمه بكل سهوله وبينجح في القتال الاول. الدور بيجي على زون اللي بيبدا قتاله ضد مقاتل قوي جدا بيستخدم فخ العين السوداء. زون بيتعرض للضرب وبيبقى على وشك الموت، والمعلم بتاعه بيحاول ينهي القتال ولكن الخصم ما بيوافقش، بس معلمه القبيله الثانيه بتوقف القتال وبتطلب من الطالب بتاعها ما يقتلش زون. زون بيبقى حزين من نفسه علشان خسر قتاله الاول، ولكن تشينج بيوعده ان هو يخلي افراد الطائفه الثانيه يندموا. القتال الثاني بيبقى بين تيان وواحد المقاتلين من طائفه ثانيه. تيان بيبقى قوي جدا وبيقدر يختفي من قدام خصمه بكل سهوله، وبعدها بينهي القتال لصالحه بدون حتى ما يستخدم سلاحه. تشينج بيبدا يدخل القتال الثاني ليه والخصم بيوعده ان هو يقضي عليه ب3 ضربات بس، ولكن طبعا تيان ما بيتاثرش بهجومه وبيقضي عليه بضربه واحده. وبما ان تشينج هو المقاتل الوحيد اللي بيتبقى من منغوليا فبيدخل القتال الثالث ضد المقاتل اللي هزم زون. تشينج بيبقى اقوى من زون وبيقدر يتصدى لهجوم العين
السوداء. مش بس كده، ده بيقدر يتصدى لكل انواع الهجوم الخاصه بيه مهما كانت قوتها. ولما بيبدا تشينج الهجوم بيقضي على خصمه بضربه واحده بس. تشينج بيفضل يضرب في الخصم انتقاما لزون لحد ما المعلمه بتاعته بتتدخل وبتطلب من تشينج يتوقف عن ضربه. ولما تشينج بيرفض بتهدده انها هتنتقم منه ومن طائفته كلها. المقاتل الثاني اللي بيقدم مستويات قويه في المنافسه هو تيان، اللي بيقدر يهزم كل منافسينه بدون حتى ما يسحب سلاحه من ورا ظهره. المنافسه الجديده لتشينج بتبقى بنت وبتستخدم مروحه السحر في القتال. تشينج بيستخدم نفس الاسلوب بتاع تيان، وده لانه تعلمه منه اثناء متابعه قتاله. ولكن البنت اللي ضده بتبقى قويه وهجومها بيبقى قوي جدا، والكل بيبقى مستني من تشينج ان هو يعلن هزيمته، ولكنه بيخرج من نص الهجوم بدون ما يتاثر. بعدها بيبدا الهجوم وبيقضي عليه تماما. بعد مجموعه من القتالات تشينج بينجح يبقى ضمن اخر 13 متسابق، والمعلم بتاعه بيحذره من خصوم المقبلين وبيطلب منه لو حس باي لحظه بضعف ينهي القتال ويعلن هزيمته. تشينج بيعرف ان خصمه القادم هو تشون من نفس طائفه العيون السوداء، والمعلم ده بيكون عارف ان هو هيحاول ينتقم لهزيمه صديقه. تشينج بيبدا القتال ضد تشون وبيلاحظ ان هو قوي جدا وبيستخدم اسلوب عجيب في القتال. كل بيبقى فاكر ان تشينج هيخسر القتال، ولكنه بيقوم مره ثانيه وبيبدا يستخدم قوته الحقيقيه في القتال. القتال بيستمر وبيبقى قوي جدا، لكن تشينج بينجح الوصول بقبضته لتشون، ولكن قبل ما يضربه بيديله فرصه يعلن انهزامه. وفعلا تشون بيلاقي نفسه هيتضرب وكده كده هيخسر، فبيعلن انهزامه من البدايه. بعد فوز تشينج بيوصل لمراحل متقدمه من المنافسه لدرجه ان هو يقابل مقاتل اسطوري وهو حامل لقب المسابقه دي. المعلم الخاص بتشينج بيطلب منه ينسحب وما يقبلش التحدي ده، ولكن تشينج بيبقى مصمم على القتال. في البدايه المقاتل الاسطوري ده بيقابل المقاتل الثاني صاحب التصنيف الثاني، القتال بينهم بيبقى قوي جدا والاثنين بيحاولوا يفضلوا في نفس التصنيف الخاص بيهم. تشينج بيتفاجئ ان خصمه ده هو المقاتل اللي كان محتجز اخته في جبل النار، وبما ان المقاتل ده قدر يهزم تشينج قبل كده فالقتال المره دي بيبقى قوي جدا بينهم. ولكن المره دي تشينج بيبقى اقوى بكتير من القتال الاخير بينهم وبيقدر يضع عليه بعد قتال طويل. المسابقه ما بتخلصش هنا، تشينج بيدخل القتال اللي بعده مع مقاتل تاني من العين السوداء. المميز فيهم ان كل طالب بيبقى عنده اسلوبه الخاص، ولما بيوجه ضربته الخارقه لتشينج شخص تاني بيوصل وبيصد الضربه مكانه. بيكونوا اتنين متمردين بيحاولوا يبوظوا المسابقه، ولكن زعيم الطائفه بينزل ارض القتال بنفسه وبيقضي عليهم. تشينج بيستمر في الفوز بالقتالات ومجموعه كبيره من خصومه بينسحبوا حتى قبل ما القتال يبدا. على الناحيه الثانيه برضه تيان بيبقى قدر يكسب كل قتالاته، والكل بيكون متاكد ان تشينج وتيان هيكونوا في المركز الاول والثاني. تشينج الاول بيقاتل الامير وانج واللي معلمه حذره منه قبل كده. طبعا كما توقعت تشينج بيقدر يتغلب عليه رغم قوته الجباره، ومن قوه تشينج وانج بيفقد الوعي من هجومه، ولما بيفوق ما بيكونش عارف هو موجود فين. واخيرا القتال المنتظر تشينج ضد تيان. الكل بيبقى منتظر القتال ده علشان يعرفوا مين اللي هيبقى على قمه المقاتلين. تشينج متسلح برغبته في انقاذ اخته، وتيان متسلح بانه يبقى افضل مقاتل في العالم. تشينج بيبقى عايز تيان يستخدم سلاحه، لكن تيان بيقول له ان هو لازم يجبره يستخدمه، انما لحد دلوقتي هو مش محتاج يستخدم سلاحه علشان يكسب القتال. بنبدا على طول بالقتال اللي بيجمع ما بين تشينج وتيان. تيان بيقرر يستخدم سيفه لاول مره في المسابقه. السيف الخاص بتيان بيبقى قوي جدا لدرجه ان هو بيأثر على الجماهير اللي بتتفرج على القتال، ولكن على الرغم من قوه السيف والهجوم بتاع تيان الا ان تشينج ما بيتأثرش بالهجوم الاول. القتال بينهم بيبقى قوي وغريب في نفس الوقت. بعد مجموعه من الضربات اتنين بيقعدوا على الارض في لحظه صمت تام. تشينج بينتقل لبعد تاني وبيعرف يتواصل مع التنين اللي موجود بداخله، وبيعرف انه علشان يطور قوته لازم يطلع الجبل اللي قدامه ويضع سيفه في اعلى نقطه. لكن اثناء طريقه في الجبل بيتعرض لعده هجمات من الوحوش ولكنه بيتغلب عليهم. اخيرا يتغلب على السيده اللي بتشاركه في روح السيف وبيحط سيفه في قمه الجبل. واخيرا المقاتلين الاثنين بيخرجوا من رحلتهم في البعد الاخر وبيرجعوا للقتال مره ثانيه. بعد توجيه الضربه الاولى لبعض، تيان بيحس ان سيف تشينج اتطور بشكل اقوى من سيفه، علشان كده بيعلن انهزامه وان تشينج بقى طالب صاحب المرتبه الاولى. ولكن الاول بيكون لازم يقاتل الامير دون. للاسف الامير دون بيرفض يقاتل النهارده وبيتفق مع تشينج انهم ياجلوا القتال لمده 3 ايام. تشينج بيروح لزعيم الطائفه وبيطلب منه يشوف اخته وهو بيوافق، لكنه هيطلب منه طلب صعب بعد ما يشوفها. تشينج بيوصل لجبل النار واخيرا بيشوف يناير بعد سنين، ولما يناير تعرف ان اخوها هيقاتل بعد 3 ايام علشان يوصل لقمه السماء، بتطلب من المعلم ان هو يسمح لها تخرج من الجبل علشان تتفرج على القتال. المعلم بيوافق ولكن بشرط انها تخفي نفسها. بنيجي ليوم القتال وكل الطلاب يوصلوا ارض المعركه من كل اتجاه علشان يتفرجوا على القتال المنتظر ده. تشينج بيبدا القتال ضد الامير دون وبيكون قتال قوي جدا. دون بيستخدم اسلوب كف الايد العملاق وبيقدر يصيب تشينج، وبعد حدوث انفجارات قويه في ارض القتال يناير بتبقى خايفه على اخوها وبتحاول انها تدخل تساعده، ولكن المسؤول بيمنعها لانهم لسه ما حددوش مين الفائز في القتال. وقبل ما تعمل اي حاجه متهوره تشينج بيظهر قدامهم على الحلبه واقف على رجله، وقدامه دون اللي بيعلن انهزامه. وقبل ما يعلنوا ان تشينج هو بطل الطائفه وفي المرتبه الاولى، بيوصل احد المقاتلين من السماء، وعلى الرغم انه باين عليه ان هو تافه شويه الا ان الامير دون بيدعوه اخويا الكبير، وده بيكون شيان. شيان بيبقى وصل لمستوى عالي جدا من الطاقه اثناء رحلته، ومفروض اصلا يبقى خارج التصنيفات، لكنه بيبقى مصمم يقاتل في المسابقه. ولكن لما يناير بتطلب منه ما يشاركش بيوافق، لكنه بيكون عارف يناير ويعتبر من الدفعه بتاعتها في منغوليا الداخليه، وفي الاخر بيقرر انه يقاتل تشينج لكن بدون تاثير على رتبته الاولى. وكمان القتال بيبقى مجرد استخدام للسيوف
محدش هيستخدم طاقته الداخليه. شيان بيبقى فقير ومش معاه سيف قوي لدرجه ان تشينج بيكسره اثناء القتال وبيروح يطلب سيف من يانير علشان يكمل بيه، ولكن في الاخر تشينج بيقدر يفوز على شيان. بعدها تشينج بيروح مع تيان ودول يقابلوا زعيم الطائفه لانهم اصحاب المراكز الثلاثه الاولى، وبيوزع عليهم الهدايا بتاعتهم. بعدها بيكلمهم في السبب الرئيسي لاستدعائهم بما انهم افضل 3 مقاتلين في المدينه، وبيبلغهم ان هدفهم هو الوصول لطريقه شينجون علشان يزودوا طاقتهم، ولكن بيوضح لهم ان طريقه شينجون مش مناسب لقوتهم وان مستواهم اعلى منه بكتير وانهم محتاجين يروحوا لامبراطوريه الفانتيان. تشينج بيعرف ان المعلمه سو موجوده في امبراطوريه الفانتيان وبيكون عايز يروح، ولكن زعيم الطائفه بينصحه يهتم بتدريبه الفتره دي. وبعد خروجهم للجماهير السماء لونها بيتغير والظلام بيحل على المكان. الكل بيدرك ان ده يبقى سيد السماء وملك جبل الشيطان. يطلب من زعيم الطائفه يرجع يانير لجبل الشيطان وهي بتبقى خايفه جدا. في النهايه بيهددهم ان لو يانير ما ظهرتش في الجبل خلال شهر هيدمر الطائفه ويخفيها من العالم كله. شينج بيطمنها وبيوعدها ان الشخص ده او الكائن ده مش هيقدر ياخدها طول ما هو عايش. زعيم القبيله بيبلغ تشينج ان الشخص ده اقوى منهم كلهم وبيطلب منه يسامحه لو ما قدرش يحمي يانير. بعدها زعيم الطائفه بياخد التلاميذ الثلاثه لطريق الفانتيان وبينقلهم من بوابه الابعاد وبيعبروا من العاصفه الفضائيه. وفي الناحيه الثانيه في امبراطوريه الفانتيان بيكون زعمائها مستنيين تلاميذ الطائفه. زعماء الفانتيان بيتنمروا على تشينج ورفاقه ما بيصدقوش قوتهم الكبيره اللي بيتكلموا عنها. واحد من طلاب الفانتيان بيهجم على تيان ولكن تيان بيتغلب عليهم بكل سهوله، والكل بيتصدم اذا كان ده الطالب صاحب المستوى الثالث وصاحب المركز الاول عامل ازاي. الامبراطور بيوقف القتال وبيطلب من كل التلاميذ يستعدوا علشان يدخلوا بوابه الفضاء. تشينج بيدخل لبوابه الفضاء وبيقدر يستخدم طاقه الفضاء والتنقل فيها. بعدها بيتنقل لارض النار وبيقدر يعبر بحر النار بكل سهوله. تلاميذ الطائفه الثانيه بيستخدموا تشينج كفار تجارب وبيخلوه يعبر البحر قبلهم، وكمان بيسيبوه يقاتل تعبان النار لوحده، لكن كل ده ما بيفرقش مع تشينج اللي بيقدر يتغلب على تعبان النار. وبعدها بيبدا يتحدى مع تشينج بسبب قوته وبيساعدوه في قتل الوحوش الناريه. بعد اجتياز الاختبار ده تشينج بيسمع مقاتل اسمه مقاتل محاكمه بيروح الكهف بتاعه علشان يتحداه، ولكن الحراس بيمنعوه لانه ضعيف جدا وهيقتله بسهوله. ساعتها تشينج بيتعصب عليهم وبيضربهم فبيسمحوا له يعبر الكهف، وبعد عبوره بيتعرض لهجوم من العناكب السامه، ولكن مجموعه من المقاتلين من العشيره بيقتلوهم وبينقذوه. يكتشف بعدها ان دول تلاميذ طائفه بونديان والاثنين بيدخلوا مع بعض في قتال، ولكن تشينج بيستخدم سرعته وبيهرب من غير ما يعرفهم مكانه. وبعد شويه بتظهر صناديق الكنوز على الجبل وبتبقى الوانها مختلفه وكل صندوق بيحمل غرض ثمين. كل التلاميذ بيتنافسوا على الوصول للصناديق دي، وبنشوف القاده اللي بيتابعوا المنافسه بيتكلموا عن الصندوق الفضي وان مفيش اي طالب نجح في الحصول عليه قبل كده. واحد من التلاميذ البارعين في المسابقه بيكون دياو، بيقدر يوصل لكهف غريب وسط الجبل. اول ما بيدخل الكهف بينفجر فيه ولكنه ما بينجحش في الوصول لصندوق الكنز الازرق. بعدها تشينج بيتبعه وبيتسلق الجبل، ولكنه لما بيوصل لكهف النار ما بيأثرش فيه. بعدها تشينج بيكمل تسلق الجبل وبيسبق دياو. دياو بيلاقي ان تشينج سبقه فبيعرف ان هو خصم مش سهل وبيستخدم قوته كلها علشان يكمل معاه الطريق. ولما بيلاقوا نفسهم مضطرين يدخلوا الكهف دياو بيخاف بسبب الوحوش اللي موجودين، ولكن تشينج بيقاتل الوحش وبيحاول يقضي عليه ولكن بيكون قوي جدا. دياو بينقذه من ضربه الوحش وبيقرروا يتحدوا مع بعض علشان يقتلوه، وفي النهايه بيقدروا يبعدوه عن المكان. وتشينج بيفضل يضحك على دياو لانه كان مستخبي وقت القتال. بعدها بيوصلوا لصندوق الكنز الذهبي، ولكن في الوقت ده الكل بيسمع صوت مرعب بيأذي ودانهم وبيعرفوا ان هو لملك الظل الاسود. والكل بيعرف ان اكيد تشينج وصل للكنز الذهبي لان ده الحارس بتاعه، وبيكون عباره عن ذئب اسود متوحش. حتى هجوم تشينج ما بيأثرش فيه، ولما بيلاقي ان طلاب طائفه بونديان جايين علشانهم بيقرروا يسيبوا الجبل ويهربوا. دياو بيستخدم فخ من بتوعه عباره عن دخان اسود بيعمي اعدائهم علشان يقدروا يهربوا منهم. بعدين لما بيرجعوا من طريق بحر النار ولما بيوصلوا بيقابل تيان ومجموعه ثانيه من الطلاب، ولما بيسالها عن سبب وقوفهم هنا بيعرف ان الطريق قدامهم متدمر والطريق الثاني المتاح ليهم هو طريق الموت، وده ما حدش بيخرج منه عايش. ولكن الكلام ده بيزيد تحدي في عقل تشينج ودياو وبيقرروا ان هم يروحوا من طريق الموت. قبل ما يدخلوا من طريق الموت بتظهر قدامهم دوابه من نار، ولما بيدخلوا خلالها بيوصلوا طريق الموت. طريق الموت بيكون عباره عن غابه ولكنها مليئه بالوحوش المخيفه، ولكن اقواهم بيبقى الذئب الاخضر. اسلحتهم ما بتاثرش فيه وهجومهم بيبقى ضعيف بالنسبه له، ولكن في بنت مقاتله اسمها يافا بتظهر فجاه وبتقتل الوحش بكل سهوله. بعدها بتقطع التواصل بين الطلاب المشاركين في التحدي وباقي الجماهير، والغريب ان قاده الطوائف ما بيكونوش عارفين مين اللي ظهرت دي وبيبقوا خايفين على الطلاب بتوعهم. كل الطلاب اللي وصلوا المرحله دي بيقرروا يكملوا الطريق مع بعض علشان يساعدوا بعض في المخاطر اللي ممكن يواجهوها. واحد من الطلاب بيتسحب من وسطهم مره واحده من كائن مرعب وبيتقتل وبيتحول لهيكل عظمي. بعدها بيبداوا يتسحبوا واحد ورا الثاني وبيتقتلوا وما بيكونوش عارفين هم بيواجهوا ايه اصلا. تشينج بيقدر يستخدم العين الساطعه علشان يقضي على وحش الظلام اللي بيخطفهم، وبكده كل بيبقى في امان. بعدها بتظهر قدامهم دوامه لونها احمر، ولما بيدخلوا فيها بيقعوا من ارتفاع عالي جدا، ولكنهم بيقدروا يساعدوا بعض وبيقفوا على الصخور. ولكن المقاتله يافا بتهجم على تشينج وبتنط بيه من فوق الصخره وبيقع في بطن تمساح ضخم. يافا بتطلب من تشينج يروح وراها، وفي الطريق بيتخلصوا من مجموعه من التعابين في بطن تمساح. بعدها بيوصلوا لطاقه دم التنين، ويافا بتكشف له خطتها وانها محتاجه شخص قوي علشان تقدر تاخد مساعدته في الحصول على طاقه دم التنين. الحاجز بيبقى قوي جدا والاثنين بيحاولوا يكسروه على قد ما يقدروا، ولما بيفشلوا بيقرروا
بيوحدوا طاقتهم علشان يكسروه، ولكن تشينج بيقف مره واحده وبيقولها لازم توعدوا انها تديله نصف الطاقه اللي موجوده، ورغم انها بتكون رافضه الا انها بتوافق. وبعد ما بيدمر الحاجز بيظهر تنين من عشيره التنين وبياخد طاقه الدماء وبيهرب. يافا بتطارد التنين وبتحاصره ولكنه بيهجم عليها وبيعطلها وبيكمل هروب، لكنه بيتفاجئ بتشينج قصاده، وطبعا تشينج بيستخدم طاقه التنين اللي جواه وبيخليه ياكل التنين الهارب وبيقدر يستحوذ على طاقه دم التنين. ولكن للاسف تشينج بيستنشق مسحوق قوي جدا بيسبب له هلاوس قويه، ولما بيستجمع قوته بيحاول يخرج من التنين مع يافا لكنه بياخدهم وبيطير. التنين بيوصل لقصر غريب وسط بحر النار، واول ما بيوصلوا بيلاقوا كل صناديق الكنوز اتجمعت عندهم وبيلاقوا جواها حاجات نادره جدا واسلحه اسطوريه. تشينج بيقدر يسيطر على السيف الاسطوري اللي موجود، وده بيصدم يافا لانه بيمتلك روح السيف. الاثنين بيقسموا الكنوز عليهم لحد ما يوصلوا الصندوق الاسود اللي بيحتوي على المصباح الخالد. يافا بتشرح له قصه المصباح وان العالم كله منتظر اضاءته علشان يفتح الطريق لمقبره الخلود. واخيرا تشينج بيوصل لمخرج من التنين، ولما بيعديه بيلاقي نفسه خرج من عالم الفضاء وبيكون هو اللي كسب التحدي. انما يافا بترفض تخرج وبتطلب منه ما يقولش لحد على السر بتاع المصباح ده، وبقى الطلاب يخرجوا من عالم الفضاء وبيكتشفوا ان تشينج هو صاحب المركز الاول. ولما بيسالوه عن يافا بيرفض يقول لهم اي حاجه احتراما للسر بتاعها. قائد من مملكه بونديان بيوصل وبيطلب من تشينج يعرفه على اللي حصل مع يافا لانها تلميذه قديمه في البونديان. ولما تشينج بيرفض بيقرب منه علشان يقرا عقله لكنه بيفشل، وبيسمع صوت تاني داخل تشينج بيخليه يسيب المكان بسرعه. تشينج بيسال يافا عن الكلام اللي قالته الملك البونديان لانه قادر على التواصل معاها، ولكنها بتقول له انها وبخته وطلبت منه يرجع المملكه. ساعتها تشينج بيعرف ان يافا في مكان اعلى من ملك البونديان نفسه. بعد اللي حصل من تشينج مع امبراطور مملكه البونديان اللي اسمه تشو، زعيم قبيلته بيقول له ان هو حاط نفسه في ورطه، لكن تشينج بيعتذر له لانه كان لازم يخبي السر بتاع يافا. قائد تدريبات البونديان بيعلن انضمام تشينج وتيان ودياو لقاعه النسر الذهبي. هناك في قاعه النسر الذهبي كل طلاب يحصلوا على اختام بالوان معينه، انما تشينج الوحيد اللي بياخد الختم الارجواني، وده بيصدم كل اللي موجودين. بعد تلقي الطلاب تعليمات من معلمين، تشينج وتيان بيشوفوا خريطه مصغره لمراكز القوه في الطائفه، وبيكونوا اقوى واحد في الطائفه الشخص اسمه بيلي، ومستحيل حد يقدر يتغلب عليه. ولكن ده بيحمس تشينج اكتر علشان يقاتله. اثناء تدريبات تشينج بيخترق جدار قوي جدا لدرجه ان معلمين الطائفه بيستدعوه علشان بيفتكروا ان في هجوم على المكان، ولكن بيعتذر وبيعرفوا ان هو كان بيتمرن مش اكتر. بينصحوه يستخدم الختم البنفسجي بتاعه ويتمرن في غرفه التدريب، ولكن قبل ما يروح غرفه التدريب بيتواصل مع يافا، وبنشوف يافا في بوابه الفضاء بتبدا تتحكم في جسم تشينج وبتخليه يروح لغرفه القتال علشان يتحدى الطلاب هناك، رغم ان هو مش عايز يقاتل اي حد. وبعد ما اتورطه بترجع له الحكم في جسمه مره ثانيه، ولكن بعد ما يكون ورط نفسه في القتال مع الطلاب التانيين. واحد من الطلاب المقاتلين بيبقى ابن الامبراطور تشو، ولما بيعرف ان تشينج عامل ابوه بطريقه فيها قله احترام بيتعصب عليه وبيقول له انت جيت هنا برجلك. ولكن لما بيبداوا الهجوم على تشينج بيتصدى ليهم وبيقضي عليهم واحد ورا التاني بقوه الفضاء. ولكن لما يافا بتلاقيه بيكسب القتال بتقرر تتحكم في جسمه مره ثانيه وبتخليه يهرب من ارض القتال. بعدها يافا بتقول له ان دي اسهل طريقه للتدريب وبتطلب منه يستريح دلوقتي علشان هيكمل قتال بكره. فعلا الايام الجايه كلها تشينج بيروح علشان يتحدى طلاب النسر الذهبي بامر من يافا وبيقدر يتغلب عليهم، وبعدها بيهرب من المكان مره ثانيه. تشينج بيستغل تقدم مستواه وبيروح يشتري مجموعه من الاحجار الخاصه، ولكن صاحب المتجر بيرفض يبيع له حاجه، ولكن بمساعده التنين الخاص بيه بيعرف يترجم كلام موجود على حجر سحري خاص بصاحب المتجر، وصاحب المتجر بيبقى مش عارف ترجمه الحروف دي فبيطلب من تشينج يساعده مقابل ان هو يبيع له اللي هو عايزه. خطه تشينج بتنجح لدرجه ان هو بيطلب من صاحب المتجر خصم على الحاجات اللي عايز يشتريها وهو بيوافق. تشينج بيشتري قلم سحري وبيستخدمه علشان يكتب ويتعلم كتابه اللغات النادره في العالم. في الوقت ده يافا بتبعت واحد من اتباعها علشان يوقف تشينج من تعلم اللغات النادره. الشخص ده هو تياو، وده من متقنين اللغات النادره. ساعتها بيروح يقابل تشينج في المتجر وبيطلب منه ما يضيعش وقت في تعلم اللغات دي وكتابتها لانها صعبه جدا عليه. ولكن لما تشينج بيوريهم قوه الكلمات اللي كتبها بيتصدموا، وده لان هم ما بيصدقوش ان هو يقدر يكتب الحروف دي في بدايه تعلمه ويا دوب لسه متعلمها. وساعتها تياو على طول بيطلب من تشينج يبيع له الحروف دي وبيدخل خناقه مع صاحب المتجر عليها. تشينج بيستغل الموقف وبيطلب منهم يعلوا السحر على بعض، وبما انه راسم حروف كتير جدا بيكسب فلوس كتير من وراها. تشينج ساعتها بيروح زياره لمطعم مشهور في المدينه، ولكن بتبقى في مؤامره معموله عليه وبيحطوا له السم في الاكل، ولكن جسم تشينج طبعا مقاوم للسموم وما بيتاثرش. ولما بيلاقوا لسه عايش واحد من مدبرين المؤامره بيهجم عليه. ساعتها تشينج بيتربط وبيرموه في مكان بعيد، وبيلاقي حواليه مجموعه ثانيه من طلاب الطوائف المختلفه. بيعرف منهم ان الاشخاص دول مسؤولين عن اطعام وحوش خطيره وبيخطفوا البشر علشان يقدموهم للوحوش. تشينج بيفك نفسه بكل سهوله وبيعرف ان الوحوش دول موجودين في جبل جينج، وده جبل خطير جدا. في مجموعه من المقاتلين بيحاولوا يستكشفوا الجبل لكنهم بيستخدموا البشر كطعم للوحوش علشان يبعدوهم عنهم. تشينج بيحرر كل المخطوفين وبيهربوا من المكان، ولكن واحد من المقاتلين اسمه يان بيروح يطاردهم علشان يرجعهم مره ثانيه، وفعلا بيقدر يحبسهم مره ثانيه وتشينج بيبقى معاهم.
بعدين بيتم استدراج كل المخطوفين لجبل جينج، وبيبداوا يضحوا بالمخطوفين للتنانين علشان يكسبوا القوه بتاعتهم، ولكن بيتفاجئوا لما بيرموا تشينج، وبيتفاجئوا اكتر لما بيطلق زئير التنين، والتنين اللي بيحاولوا يطعموه بيخاف من تشينج وما بيقربش منه. تشينج بيدخل البرج الارجواني والتنين الخاص بيه بيطلب منه يصعد لاعلى البرج علشان يتجاوز التنين. تشينج بيدخل في قتال مع مجموعه من الوحوش لكنه بيتغلب عليهم وبيكسب طاقتهم. في الوقت ده خارج البرج بيوصل مجموعه كبيره من المقاتلين على راسهم السيده ريد والمقاتل الغراب، لان التنين اللي بيحرس البرج اتغدى من كل الضحايا وهرب من المكان. ولكن قبل ما يدخلوا البرج التنين بيرجع مره ثانيه، لكن يافا بتبقى موجوده عليه، وبما ان طوائف الاقوى في العالم كلهم بيكونوا موجودين فبيرفضوا يدخلوا في قتال مع بعض علشان ما تحصلش حرب كبيره هيروح ضحيتها كل البشر. بنرجع مره ثانيه لتشينج اللي بيوصل لقمه البرج وبيبقى متفوق على يان اللي بيحاول يوصل لقمه البرج من سنين، ولكن بعد شويه بان بيدخل في بوابه قمه البرج لكنه بيلاقي نفسه خرج بره البرج تماما، والكل بيبقى متفاجئ ان يان ما دخلش قمه البرج، وبيستغربوا ان تشينج هو اللي تم قبوله للدخول. تشينج بيوصل لعشيره سماويه بعد الدخول من بوابه البرج، وحراس العشيره بيمسكوه بيقبضوا عليه وبيتم الحكم عليه بالسجن 1000 سنه. ولكن التنين الخاص بتشينج بيطمنه لان العشيره دي عشيره التنين وهو المسؤول عنها، والرغم ان هو ما يقدرش يظهر بشكل مباشر لانه هيدافع عنه. تشينج بيتم رميه في الزنزانه، ولكن التنين بيطلب منه ينفذ مجموعه من الاوامر علشان يقدر يخرج من هنا، ومن الاوامر دي انه يكسب رساله معينه ويديها للحارس بتاعه. فعلا بعد ما يشوفوا الرساله بيقرروا ياخدوا تشينج علشان يقابل سيد المدينه. الغريب ان سيد المدينه بيامر حراسهم ومعلمين الطائفه انهم يقبلوا تشينج علشان يكون طالب معاهم. تشينج بيبتلع حبوب طاقه التنين وبيستعد علشان يبدا تدريبه في العشيره. الاختبارات في عشيره التنين بتبقى صعبه جدا، ولكن تشينج طبعا بيقدر يتخطاها بكل سهوله. لكن بعض المعلمين ما بيكونوش مبسوطين باداء تشينج، وواحد منهم بيبعت طالب من النخبه بتوعه علشان يقضي عليه، لكن الطالب ده ما بيقدرش يتغلب على تشينج وبيفشل في الوصول لمراحله المتقدمه. حتى تشينج بيوافق على الانضمام لاحد المعلمين وبيرفض المعلم الثاني، والمعلم الجديد بتاعه بياخده علشان يعلمه بعض الاساليب الجديده علشان يستخدمها في تحسين طاقته. تشينج بيدخل في بعد تاني علشان يحصل على طاقه زيت المصباح اللي يقدر ساعتها يستخدمها علشان يدرب طاقته الروحيه، وهناك بيبقى في مخلوق قوي لازم يتغلب عليه علشان يقدر يحسن من طاقته الروحيه. ولكن بمجرد دخوله بيظهر الطالب من النخبه اللي حاول يقضي عليه المره اللي فاتت، وتشينج بيعرفه ان هو مش معاه اي عداوه ناحيته، وبيطلب منه ما يقفش في طريقه مره ثانيه. ولما بيلاقي الطالب ده مستقصده بيقرر يدخل معاه في قتال. تشينج بيقدر يتخلص منه مره ثانيه وبيوصل اخر مستوى في الطاقه الروحيه، وهناك بيتعرض لهجوم المخلوقات المتوحشه لكنه بيقضي عليهم بكل سهوله. تشينج بعد ما بيكسر مستوى الطاقه بيتحجز في الكره السوداء ومحدش بيقدر يوصل له غير الاميره ليونج، وبتلاقيه على وشك اختراق مستوى الطاقه هائل فبتساعده علشان يكمل التامل. بعد اكتمال الاختراق قائد عشيره بيت اللهب بيطلب منه ينضم له في العشيره، ولكن تشينج بيرفض. ولما قائد العشيره بيحس بهنا بيهجم على تشينج، لكن الاميره ليونج بتتدخل، وفي النهايه تشينج بيقرر ينضم لها هي، وعلشان كده الاميره ليونج بتديله جوهره التنين الحقيقي، ودي جوهره ثمينه جدا وفيها طاقه تقدر تدمر قاره كامله. الكل بيبقى ساعتها مصدوم ان الاميره ادتها لتشينج بسهوله دي. ساعتها تشينج بينتقل للقصر مع ليونج وبيبدا يدخل في قاعه التدريب وبيستخدم سيف اسطوري، وبعد فتره من التدريب بيوصل لمستوى اسطوري، واخيرا تشينج بيقرر العوده علشان ينقذ اخته يانير. تشينج بيخرج اخيرا من البرج الارجواني والكل بيبقى في انتظاره علشان يقبضوا عليه، ولكن الموضوع ده بالنسبه لمستوى تشينج الحالي محاوله انتحار. لكن تشينج بيروح مع يان علشان يقابل الاميره ريد اللي بتحاول تتحكم في عقل تشينج لكنها بتفشل. حتى المقاتل الغراب بيطلب من تشينج يسلمه طاقه التنين، ولكن يافا بتتدخل وبتمنعه. ساعتها بتدخل القتال معاه هو والطائفه بتاعته، ولكن تشينج بيوقف القتال وبيقول لهم ريحوا نفسكم، طاقه التنين بقت جزء مني خلاص، وحتى لو في مقاتل قدر يطلع لقمه البرج الارجواني مش هيعرف يحصل على الطاقه. ساعتها يافا بتبلغ تشينج على بطوله الفنون القتاليه اللي بتجمع اقوى المقاتلين المستقلين، ومن ضمن المقاتلين دول هو كوتشي اللي تشينج عنده طار معاه لانه بقى المقاتل اللي خاطف اخته يانير. علشان كده تشينج بيبقى عايز يشارك في البطوله دي، وعلى الرغم ان يافا بتحذره لان مصير المقاتل اللي بيشارك في البطوله هو الموت او الفوز فقط، لكن تشينج بيبقى مصمم على الاشتراك. ساعتها تشينج بيروح علشان يشترك في البطوله، وبيبقى في اختبار صغير كده للمشتركين عباره عن انهم يضربوا حجر ضخم، اللي بيقدر ياثر في الحجر بيتقبل في المسابقه واللي ما بيأثرش فيه بيترفض. ولما بيجي الدور على تشينج الكل ساعتها بيستقل بقوته، لكنه بيضرب ضربه البرق للحجر ولونه بيتغير بسبب قوته وبيتم قبوله ساعتها في البطوله. بعد الوصول لمكان البطوله المسؤولين بيعرفوهم ان في اختبارات هتحصل وهيتم اختيار 3 مقاتلين بس للمراحل النهائيه. تشينج بيبدا الاختبار وبيهجم عليه مجموعه من الوحوش الصغيره لكنه بيقضي عليهم بكل سهوله، ولكن قدراته بتظهر بسيطه للمسؤولين وبيكونوا شاكين ان هو هيخسر بسهوله ومش هيقدر يصمد لوقت طويل في البطوله دي، لكنهم بيستغربوا من الطاقه اللي بيظهرها لانه بقى مقاتل مشهور والمفروض ان هو يستخدم قوه اكبر من دي بكتير. موجه ثانيه من الوحوش بتهجم على تشينج وبرضه بيقدر يتغلب عليهم لكن مع تحفظ القوه بتاعته، لكن بعد شويه بيلاحظوا ان هو بدا يستخدم روح سيف الداخليه والكل بيبقى مندهش منه، بيعرفوا ان هو بيوفر طاقته علشان المراحل النهائيه، لكن على الرغم من ده بيكونوا متاكدين ان افضل مقاتل في العالم بيلي اللي اتكلمنا عنه في البدايه هيقدر يقضي عليه بكل سهوله. موجات الوحوش بتستمر في الهجوم على تشينج لكنه بيستمر في القتال والصمود. تشينج ساعتها بيزهق من ضعف موجات الوحوش فبيفكر ان هو يدخل لباقي التحديات الخاصه بباقي المقاتلين علشان يقدر يجمع نقاط منهم، وفعلا بيدخل يقاتل مكان باقي اللاعبين رغم انهم بيكونوا
كلهم متضايقين منه علشان بيسرق النقط بتاعتهم، ولكن واحد من المقاتلين بيستخدم تعويذه سحريه ضده والكل بيبقى شايف ان تشينج هيعاني، ولكن ده ما بيحصلش وتشينج بيقلب التعويذه على الخصم وبيقضي عليه بكل سهوله. المسؤولين عن التحدي بيكونوا عايزين يطردوا تشينج لانه بيخلي بتوازن البطوله وشايفين ان مفيش حد في قوته خالص، لكن يافا بتتدخل وبتطلب منهم يلتزموا بقواعد البطوله، ولكن سانج مدير البطوله بيبقى مصمم على كلامه وبيبقى متضايق ان يافا بتامرهم بالقواعد بتاعتها، لكنها بتحرجه وسط باقي القاده وبتقول لهم ان البطوله دي زي الغابه، الاقوى هو المفروض يحكمها، والاقوى في الحاله دي بيبقى تشينج بيتاهل للمرحله اللي بعد كده هو و22 مقاتل، لكن البرج بتاعه بيبقى الاقوى والاعلى، والمرحله دي القتال بيكون بينهم وبين بعض والكل بيحاول يسيطر على برج الثاني علشان تشينج صاحب اعلى برج الكل بيهجم عليه هو، ولكن طبعا بيقدر يتغلب عليهم لحد ما بيتبقى 3 مقاتلين بس من ضمنهم تشينج بيستعد لاخر يوم في البطوله وبيحاول يحسن طاقته باستخدام طاقه التنين، ورغم ان هو بيتعب في التدريب لانه بيكسب طاقه كبيره جدا. في اليوم الاخير البطوله تشينج بيبقى على اقصى استعداد وتشينج بيلاحظ حضور كل المقاتلين من كل الطوائف، واخيرا بيوصل المقاتل بيلي او الظلام الاسود زي ما بيطلقوا عليه، بيبقى هو المتحكم في جبل النار وخاطف ينير. تشينج بيشوف ينير معاه وبيوصل له ارض القتال. قبل بدايه القتال النهائي بيعلنوا عن حصول حدث غريب وهو اضاءه المصباح الخشب التاسع. تشينج بيبقى عارف ان المصباح مع يافا لكنه ما بيركزش معاه دلوقتي وبيكون حاطط كل تركيزه مع القتال الاول بيبدا بين تشينج والمقاتل الثالث. تشينج ساعتها بيقدر يقضي عليه بكل سهوله، وبعدها المسؤولين بيسلموه كارت وبيقولوا له ان هو يقدر يستخدمه قبل القتال النهائي وينسحب لان القتال ضد بيلي بيبقى حكم بالموت، لكن طبعا تشينج بيرفض وبيبقى عايز يحرر اخته. قبل القتال النهائي واحد من اتباع بيلي بيروح يسلم التاج السماوي المقدس ليافا وبيبقى عايز يعرض عليها الجواز علشان يخدعها، لكن واحده من اتباع يافا بتقاتل الشخص ده لكنه بيكون قوي جدا وبيقضي عليها. ساعتها تشينج بيقرر يستخدم الكارت اللي معاه بس الهدف تاني وهو انه يتحدى بيه المقاتل ده، ورغم قوه القتال وقوه الخصم لان تشينج بينجح في القضاء عليه. ساعتها بيلي بيقرر يتدخل وبينزل لارض القتال علشان يقضي على تشينج، ولكن يافا بتقف قصاده وده بيضايق بيلي اكتر وبيخليه يستخدم كل طاقته علشان يقضي عليها، لكن تشينج بيبعدها عن ارض القتال. واول ما بيلي بيلاقي تشينج مش خايف من مواجهته بينسحب من ارض القتال، ولكن بما ان تشينج كسر حاجز الحلبه بيقرروا يوقفوا القتال ويأجلوه، وده بيضايق الجماهير. بيتم الاستعانه ب3 من المهندسين المختصين علشان يصلحوا الحاجز، ولكن بيلاقوا ان هو يستمر 3 ايام. تشينج بيتحداهم ان هو يقدر يصلحه خلال ساعه واحده بس، طبعا محدش بيصدقه لكنه بيصدمهم ببراعته. واحده من مساعدين بيلي بيتحدى تشينج في قتال ويافا بتحذره منها لانها قويه جدا لكنه ما بيسمعلهاش. القتال بيبقى مستحيل ضدهم. ساعتها بتستخدم سحابه ارجوانيه وبتتلاعب بعقل تشينج، ولكن بعد قتال طويل تشينج بيستخدم طاقه التنين وسيف الاسطوري علشان يضع عليها تحت انظار بيلي. ساعتها بيلي بيلاقي تشينج هيقتل صديقته فبيقرر يتدخل اخيرا. ساعتها بيبدا يهجم على تشينج ولكن تشينج ما بيتاثرش بهجومه. تشينج بيطلب من بيلي يحرر ينير لكنه بيرفض وبيستهزأ بيه. ساعتها تشينج بيقتل صديقته قدام عينيه وبيلي بيتعصب لدرجه ان هو بيطلق طاقته القصوى والجماهير بتبدا تهرب من ارض القتال. كل بيبقى خايف على تشينج لدرجه ان قاده البطوله بيترجوا بيلي يسيب ويعيش. مؤسس البطوله الاول بيقرر يظهر علشان يقف في وش بيلي ساعتها بيقرر ينسحب علشان ما يعملش اي تصرف متهور، وبكده القتال بيتاجل بشكل رسمي. بعد مرور شهر على البطوله تشينج بيبدا يتعلم اللغات مره ثانيه وده علشان يستخدمها في حمايه العالم وتحسين مناطق القوه وصناعه حاجز ضخم على عشيره البونديان خوفا من بيلي وجيشه، لحد ما في يوم بنشوف بيلي رجع من جديد وبيكون جاي ينتقم من مؤسس البطوله بس بعيد عن حراسه وبيهجم على عشيره البونديان كلها. لكن في الوقت ده بنشوف يافا وتشينج رايحين باتجاهه. بيلي ساعتها بيحاول يخترق الحاجز لكنه ما بيقدرش وتشينج بيبقى كمل مهمته بنجاح وبيلي بيقرر ان هو يرجع لعشيرته. في النهايه يافا بتقرر تضيء المصباح الخشبي. ساعتها كل طاقه المصابيح ال9 بتشتغل والمسيطرين عليها بيحسوا ان ده الوقت بتاعهم علشان يسيطروا على العالم. وبعد اضاءه المصابيح بتظهر بوابه في الفضاء والكل بيدخل منها. على الرغم من صعودهم في بوابه الفضاء الا انهم بيلاقوا نفسهم في قاع المحيط وهناك كل الطاقه بتاعتهم بيتم السيطره عليها حتى تشينج. وبعد شويه استكشاف بيتعرضوا لهجوم الوحوش لكنهم بيقضوا عليه بسيوفهم العاديه. بعد وصول كل الطوائف لمكان التجمع اخيرا تشينج بيقابل بيلي مره ثانيه ولكن مفيش اي قتال بيحصل دلوقتي، ولكن بسبب ظهور زهر كبير بيطلق طاقه على شخص عشوائي وبيقتله بيها، ولما بيطلق شعاعه على تشينج ما بتاثرش. ساعتها بعد مجموعه من الخطوات الزهر ده بيختفي ومجموعه قليله من المقاتلين بيفضلوا عايشين، وواحد من المقاتلين الاساطير بيظهر وبيكون ده المقاتل المسجون في جبال النار من آلاف السنين. بيكون قوي جدا لدرجه ان بيلي نفسه خايف منه. بيبدا هجومه على واحده من المقاتلين وبيقتلها بضربه واحده بس. في النهايه اللي اتباعوا على قيد الحياه ومن ضمنهم تشينج ويافا بيوصلوا لشجره الخلود، لكن دلوقتي كلهم بيبقوا لازم ياخدوا معارك ضد بعض، وطبعا تشينج بيبقى عليه الدور للقتال. فهل هينجح تشينج في الفوز وهل هينجح بعد كل ده في قتل بيلي وتحرير اخته ينير؟ الاسئله دي كلها ملهاش اجابه عندنا، وده لان المسلسل لسه ما خلصش ولسه ليه تكمله، واول ما تنزل هتلاقونا بننزلها اول باول. فرجاء ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لان الاجزاء اللي جايه وكمان الانميات اللي هنزلها بشكل يومي هتبقى دمار ونار. سلام.